كنجمعوها صافي. هذا هو القوام ديالها. كنوضعوها في بلاستيك وكنديروها في الثلاجه. وبالنسبه للعجينه ديال التمر او الحشوه ديال التمر، بالنسبه لحشوه التمر عندي هنايا مقدار 750 غرام ديال التمر المعجون، انا شريته جاهز. ضفت عليه شويه ديال الكركاع وواحد نص كاس ديال الزنجلان وواحد 2 طريفات ديال الزبده، تقريبا 21 غرام اولا 30 غرام، وكنعجنوهم مزيان. بالنسبه للمزهر كيبقى على حسب النوعيه ديال التمر حتى نحسو به رجع رطب وكيتكون مزيان في اليد. بالنسبه للعجين انا كنفضل انني نفردها مزيان بين جوج ديال البلاستيكات، وكناخذ واحد الكاس اولا واحد القطعه اللي كتكون دائريه، وكنبدا نوضع الحشوه ديالي ونوضعها على هذا الشكل هكا كنتحكم بان العجينه ما كتجينيش كثيره في الحلوى التمر، وكناكلوا يعني التمر اكثر من العجينه. كنشكلها على هذا الشكل هذا وكنقلب الفتحه باش تجي من اتجاه التحتاني. كنشدها مزيان، كنثبتها بيدي وكنحاول انني نضغطها مزيان ونعطيها هذه الفورمه كيف ما كتشوفوا. كناخذ المنقاش ديالي كنوضعه في شويه ديال الدقيق باش ما يبقاش يتلصق لي في العجينه، وكنبقى ندوز عليها بهذا الشكل هذا. يعني النقش كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيعجبو ينقش. وهذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، كتجي مزوقه وكتحافظ على الشكل ديالها في الفران، يعني ما كيبهاتش الزواقه ديالها كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للفرن كيكون عندي مسخن على 175 درجه اولا 180 درجه. كنطيبوها. انا خدات مني تقريبا واحد 25 دقيقه، ولكن مع المراقبه. بالنسبه لي انا ما كنفندهاش في السكر، انما كناخذ شي شويه ديال السكر كلاصي وكنغربلو فوق منها، لانني دايره فيها كاس ديال السكر فكتكون حلوه بعض الشيء. كنزيدوا لها غير شي شويه هكا باش كيجي الشكل ديالها، يعني الا فندناه في السكر كامله كيمشي لها ديك الجماليه وديك الشكل ديال الزواق. اما بهذه الطريقه هذه فكتبقى محافظه على ديك الجماليه ديالها. هذه هي طريقتي، ولكن كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. انا هنا كان عندي واحد الكوموند وكيف ما كتشوفوا كنت كنوضع يعني حبه بحبه. بطبيعه الحال كتكون الحلوى بردت مزيان، انا عندي ليله كامله وهي بيته كتبرد، وعاد كيف ما كتشوفوا رشيت عليها سكر كلاصي وكنبدا نستفها بحال هكا في الكاخه. هذا هو الشكل ديالها وكنتمنى تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش تدخلوا عندي الصفحه ديالي لونا كيك وتشجعوني حتى انا. وإلا عجبكم الوصفات بحال هكا غادي نبقى نحطهم لكم في القناه ان شاء الله.